عندهم نادي اجتماعي على اهل الاسماعيلي واهل اسماعيليه. طب مش مجلس الاداره تمام. استلمه؟ مجلس الاداره استلمه ولم يقم بفتحه. ليه؟ ما حدش عايز يجاوبنا. طب يا جماعه احنا اعضاء في النادي الاسماعيلي اعضاء جمعيه عموميه. وانتم مجلس الاداره اللي جاي يمثلنا، افتحوا لنا النادي بتاعنا. لا حياه لمن ايه تنادي. المشكله؟ انا طب يا فندم، انا شفت فيه حاجات حلوه، وشفت فيه انت مستشفى، عندك يا فندم شفت فيه مستشفى هناك، وشفت فيه حاجات كويسه جدا في النادي يعني. مستشفى. المستشفى دي على ارض النادي. هل النادي بياخد منها فلوس؟ مستشفى. هل النادي مأجر الارض دي؟ هي المستشفى دي اصلا تابعه للنادي ولا ايوه تابعة في جزء من النادي. يعني المستشفى دي تابعه للنادي الاجتماعي؟ جزء من النادي. جزء من النادي؟ دي ارض النادي. طيب ما دي دخل كويس. انا ما عنديش معلومه اذا كانت المستشفى دي بتدي فلوس للنادي، بتدي عائد للنادي ولا لا. دي ارض مستقطعه من النادي، وكان من 4-5 شهور كان بيتم بناء الدور الثاني فيها. طب ما دي موارد كويسه وحاجه كويسه للنادي. يطلع رئيس النادي يجاوبنا. طيب يطلع رئيس النادي يقول لنا انا باخد قد كده من نظير المستشفى، باخد قد كده نظير كذا، بعمل قد كده. الفكره استاذ احمد ان احنا محتاجين محدش يسيبنا بقى نقعد نضرب اخماس في اسداس زي اللي حاصل من 3 ايام. لجنه استقالت عند الوزير، قالت انا مضغوط عليا. افاجئ ان في 3 من اللجنه ابقوا عليهم. طيب شايف ازاي سريعا كده التطور في الملاكمه في مصر؟ خدتني في حته سريعا كده، دي اخر حاجه هختم بيها سريعا يعني. حته تحيه احنا خاصة. هنختم على طول يعني، انت ممكن تقولها وهنختم على طول. تحيه خاصه لمعالي اللواء مجدي اللوزي رئيس الاتحاد المصري للملاكمه. سير على بركه الله، ما تبصش لاي صغائر. انت راجل عسكري قوي، قراراتك سليمه، اتجاهاتك واضحه، والف مبروك على ال3 ميداليات في المغرب اللي لم تتحقق من فترات طويله، والف مبروك على اللي حصل اول امبارح في الاردن. انجازات رائعه وماشي على خطى محترمه. اتمنى انك تكمل خطاك. بشكرك ونورتني، واشوفكم على حلقه جديده من برنامجكم.